عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سلمى أسماء. وصفات اليوم إن شاء الله عبارة على مادلين أو دوك الكيكات اللي كنديرو في الكويغطات، ساهلين بزاف والنتيجة ديالهم إن شاء الله كتكون مضمونة 100%. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم، فغادي نحتاجو جوج ديال البيضات متوسطات الحجم، 150 غرام ديال السكر سنيده، 85 غرام ديال الزيت نباتيه عاديه، 85 غرام كذلك ديال الحليب، عندي هنا واحد 115 غرام ديال الطحين مع واحد القبصه ديال الملحه، كيس ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكين باودر بوزن 7 غرام، عندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال البيكربونات كتعطينا واحد النتيجه جيده في هذا النوع هذا ديال المادلين، حاولوا تستعملوها. 50 غرام ديال البودره ديال الكاكاو المر، يعني اللي ما فيه لا سكر لا والو، وغنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض. بالنسبه يعني بعض الملاحظات او النصائح باش تنجح لكم الوصفه، فضروري بان البيض والحليب يكونوا بدرجه حراره المطبخ وصافي، ونحترموا يعني هذا المقادير اللي عطيتكم، وان شاء الله غادي تكون النتيجه مرضيه جدا. فنبداو ان شاء الله بطريقه التحضير على بركه الله. اول خطوه غادي نبدا بها هي يعني غادي نخلط المواد الجافه وغادي نغربلها. يعني عندي طحين مع ديك شويه ديال الملحه، خميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكين باودر، البيكربونات، وكذلك البودره ديال الكاكاو، ونغربلهم كاملين بحال هذه الطريقه هذه. فغنحتفظ بالمواد الجافه هنايا جانبا، ولا غادي ناخذ واحد الزليفه صغيره غندير فيها الحليب، وغادي نضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض. نحرك على هذا الشكل هذا، وغادي نخليهم يتفاعلوا لواحد المده ديال 10 دقائق. من جهه اخرى غادي ندوز نطرب البيض ديالي، جوج ديال البيضات بحال قلنا يكون بدرجه حراره المطبخ. بعد ما طربنا البيض على هذا الشكل هذا، دابا غادي نضيف في السكر سنيده على واحد جوج اولا 3 ديال المرات، وانا مستمره في التطراب على هذا الشكل هذا. استمرت في الاضافه ديال السكر والتطراب كذلك حتى كيتغير اللون ديال الكريمه بحال اللي كتشوفوا، كيولي غادي البياض. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نبقى نضيف في الزيت بشويه بشويه، وانا كنستمر في التطراب على هذا الشكل هذا. بسم الله. نبقى لي غنضيف داك الحليب اللي زدت عليه الليمون الحامض. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا، فهو كيولي هكا بحال كيروبي الا بغينا نقولوا بالمفعول ديال الحامض. ودابا غادي نضيفو حتى هو تدريجيا، نضيف شويه ونطرب حتى نستنفذ الكميه. هنا ما بقى لي غير نخلط المواد الجافه مع المواد السائله، نضيفهم هكا تدريجيا ونخلط اما بلا سباتول ولا بالفوه، يعني الطراب اليدوي، ما كنعاودش نستعمل الطراب الكهربائي. وغينسجم لي هذا الطحين والكاكاو مع المواد السائله، فكنحبس يعني ما كنبقاش نكثر في التخلاط بزاف. نتوما بحال اللي كتشوفوا معايا، فكملت التخلاط بالطراب اليدوي، كنحصل على واحد القوام اللي هو بحال على هذا الشكل هذا، يعني ثقيل نوعا ما. غادي نخلي هاد العجينه ديالي ترتاح غير 5 دقائق غير هنايا، على بيد ما نوجد القوالب ديالي الورقيه. بعد ما كدوز ديك 5 دقائق كنكون وجدت هنايا انا المول ديالي ديال الكاب كيكس على هذا الشكل هذا. كنلبسو بهاد الاكياس الورقيه هادو اللي معروفين. ودابا غادي ندوز نعمر بحال دائما، بحال اللي شفتوني انا دائما كنستعمل هاد المعلقه هذه ديال لاكلاص، فكتسهل عليا يعني المأموريه. وغادي نحاول ما نعمرش بزاف، يعني نعمر لحد 3/4 باش نخلي الكيكات فين يطلعوا. من بعد ما كنعمرهم كنديرهم بحال هكا على الشكل هذا. نتوما مازال باقي عندي كميه الاخرى، غادي ندير نفس الطريقه في قالب واحد اخر. غادي ندخلهم الفران يكون مسخن على درجه حراره متوسطه 170 حتى 180 درجه. انا بالنسبه ليا كنشعلهم من الفوق
ومن التحت كذلك، وكنديرو في الرف المتوسط من الفرن، وكنخليه واحد المده تقريبا ديال 15 حتى ل 20 دقيقه باش نتاكد من النضج ديالو. اما كندخل فيه واحد الموس اولا واحد البيك فخوي، الا خرج لي ناشف فكنعرف بان المادلين اولا الكاب كيك ديالي كيكون صافي وجد. فنعاودو نتلاقاو ان شاء الله. المادلين ديالنا هو وجد، كيستغرق تقريبا بحال اللي كنت ذكرت لكم ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. كنخرجوا من الفران كنخليوه واحد 5 دقائق في هذاك المول ديالو، عاد كنحيدوه كنخليوه يبرد تماما فوق شي شبكه ديال الحلوه. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. هذا هو الشكل ديالها بحال اللي كتشوفوا. كتجي يعني الطريقه ديالها جد سهله، وفي نفس الوقت شوف كيفاش كتجي من الداخل. نتمنى ان الصوره تكون عندكم واضحه. على كل حال غادي نخلي لكم الصور النهائيه وغادي تشوفوها. فهذه هي الوصفه ديال اليوم بحال اللي شفتوا، وصفه جد سهله وبسيطه وتقدروا توجدوها يعني في دقائق معدوده. نتمنى ان هذه الفكره هذه تكون نالت اعجابكم، انكم تجربوها. اي تساؤل عندكم خليوه لي لتحت في التعليقات ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك في الفيديو، تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه، ضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني او سبسكرايب، وفعلوا رمز الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.